عسلامة، شكون فيكم يعرف قصة حياة شاعر الخضراء صاحب أبيات إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. اليوم باش نحكيو على أبو القاسم الشابي. تولد أبو القاسم الشابي سنة 1909 في مدينة أزهر بالجنوب التونسي، ومات وهو عمره 25 سنة، وبين تاريخ ميلاده وتاريخ وفاته عاش حياة عظيمة خلت فيها اسمه بأحرف من ذهب. عاش الشابي في عائلة علمية، وكان بوه قاضي متخرج من الأزهر، وقرأ في التعليم الزيتوني، وتعلم أصول اللغة العربية من عند بوه، وكان معروف بالمطالعة وحضور الندوات العلمية والمجالس الأدبية. مات بوه هو في عمر العشرين، وولى على صغر سنه المسؤول الأول على العائلة. الشابي كان مريض بالقلب من اللي هو صغير، وحزنه على بوه زاد عكر الحالة الصحية متاعه، الشيء اللي خلى الطب يطلبوا منه الراحة الجسدية والنفسية. لكن بحكم مسؤولية الشابي على عائلته قعد يخدم لين مات سنة 1934 وهو عمره 25 سنة. من أشهر أعمال أبو القاسم الشابي ديوان أغاني الحياة وكتاب الخيال الشعري عند العرب، ومن أشهر أبياته زوز أبيات الموجودين في النشيد الوطني التونسي: إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، ولا بد لليل أن ينجلي، ولا بد للقيد أن ينكسر. صحيح أنه أبو القاسم الشابي مات، لكن كلماته قعدت حية وخالدة وعمرها ما تموت، وباش تبقى ديما شاهدة على أنه شاعر الخضراء الأول اللي تغنى بالحب والحرية والثورة والمقاومة. أبو القاسم الشابي شاعر يباهي بنا ونباهي به بين الأمم.